السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع إحدى عملائنا المميزين جدا داخل مشروع حدائق سفنكس. معانا النهاردة أستاذ شعبان من داخل مزرعته هنا في مشروع حدائق سفنكس. بنرحب بيكم أستاذ شعبان. اهلا وسهلا أهلا وسهلا محمد، ربنا يحفظك. أستاذ شعبان، احكي لنا كده من أول ما تعاقدت على الأرض هنا، تعاقدت على مساحة قد إيه؟ وايه اللي حصل من بعد ما تعاقدت؟ وفي خلال فتره قد ايه قدرت ان انت ما شاء الله تنفذ النموذج اللي احنا موجودين فيه النهارده ده؟ والله بص، هي طبعا التجربه بتبقى في اولها مغامره، الواحد بياخدها بيبقى خايف طبعا ومتردد جدا، خاصه على الصحراوي هنا يعني النصب بزياده شويه. صحيح. فبتعجبك الارض وترجع ما تلاقيش الورق وكلام من ده. احنا خدنا هنا الارض كانت مزروعه زيتون، تقريبا عمر 9 شهور، بس احنا غيرناه، خلينا زرعنا الحاجه، طبعا كل واحد بيزرع الحاجه اللي هو بيحبها. زرعنا مانجا وجبنا تشكيله كده من البرتقال والجوافه والمشمش والحاجات دي. طبعا هنا بالنسبه للصعوبات مفيش اي صعوبات الحمد لله، يعني تخنق الواحد وهو شغال مثلا ولا كل الكلام ده. تعطلك حضرتك بقالك قد ايه يا استاذ شعبان، او بتستلم بقالك قد ايه كده كفتره؟ بقالنا كام شهر مستلمين كده؟ بقالنا 7 شهور. 7 شهور. 7 شهور. استلمنا الارض دي، كانت اعتقد على ما اتذكر كان فيها شتلات زيتون. كان فيها شتلات زيتون عمر 5 شهور او 6 شهور تقريبا بالظبط. ايوه. تمام. حضرتك من بعد ما استلمت الارض، استلمت اولا بعديها بقد ايه؟ حابين نوضح. استلمت فوري بعد التعاقد؟ لا، استلمت فوري. ايوه، استلمت فوري. استلمت فوري. بعد ما حضرتك استلمت، ايه اول خطوات بقى قمت بيها هنا في المزرعه؟ سواء الزراعه، احنا شايفين ما شاء الله طبعا في سور. اول خطوات هي السور الاول. عملت السور، عملت أوه. السور وعملت الاستراحه. وبعد كده بدات بقى في الزراعه. كان فاضل على المانجا تقريبا شهر على ما وقت الزراعه بتاعها يجي. بدات في المانجا الاول، وبعدين دخلنا بقى في اللهم صل على سيدنا محمد، في اللي هي الحاجات اللي هي انت زارع حاجات ثانيه غير المانجا؟ زارع ما شاء الله برتقال وتين وتوت وموز وحاجات دي. وبعدين عملت عنبرين زي ما حضرتك شايف هنا كده، مربي فيهم فراخ شغاله بالفعل يعني. شغاله بالفعل. شغاله بالفعل. ممكن نجيب كتكوت صغير كده. فالحمد لله مفيش اي صعوبات واجهتنا يعني، والحمد لله كانت يعني الدنيا كانت معانا تمام يعني. الحمد لله. طيب كلمنا على النموذج الاستراحه او البيت اللي احنا شايفينه ده، على مساحه قد ايه بنيت؟ كلها 4118 متر بالظبط، دي المساحه الاجماليه. بنيت على الاستراحه 82 متر، وسايب قدامها حوالي 65 متر بالظبط من دخلة البوابة لحد الاستراحة. جميل. وباني عنبرين اللي هم التسمين. العنبرين العنبر 44 متر بالظبط، 4 في 11 يبقى 44 متر. وعامل أوضة حارس كده في الجنب الثاني 4، اللهم صل على سيدنا محمد، 4 في 3. ما شاء الله. انت حضرتك ناوي ان شاء الله يا استاذ شعبان انت تبقى مقيم، ولا بالفعل انت بقيت مقيم هنا في المشروع؟ والله هو بص، هو الجو هنا بيخلي الواحد مقيم غصب عنه، يعني اجباري ان هو يبقى مقيم يعني. احنا شايفين ما شاء الله الجو ما شاء الله. يعني بتحس ان انت فصلت بين الزحام والكلام ده كله يعني. فغالبيا طبعا ما كانش فيه نيه لاقامه الاول، بس لا، على الواحد شايفه الوقت في الجو اللي احنا فيه ده، لا طبعا إقامة جبرية. إقامة جبرية. إقامة جبرية. طب في حاجة هنا بتعوقك أو في مشكلة معاك في موضوع الإقامة، أو إن أنت تبقى في مزرعتك هنا تباشر أعمال الزراعة، أو لو عامل مشروع في حاجة ناقصاك هنا كخدمات، مرافق، خدمات ما بعد البيع مثلا من الشركة؟ في حد مقصر معاك؟ لا والله بص، هو ده طبعا كان بند الواحد بيخاف منه جدا، الموضوع إن أنت يواجهك حاجة من حاجات الصعوبات اللي هو اماكن بيبقى فيها العرب بقى، مشاكل الميه، الكلام ده كله، مشاكل الشركه اللي انت تاخد ما تلاقيش حد بعد كده. لا طبعا لا. كنت لسه اقول لك في ناس بتشتري ما بتلاقيش ورق، وفي ناس بتلاقيش ورق ما بتلاقيش ارض، وما تلاقيش ارض وتلاقي الارض متباعه كم مره. فدي طبعا كانت مشكله الواحد بيخاف منها يعني جدا. بس لا الحمد لله بفضل الله ما فيش اي حاجه. وبالنسبه لحاجاتنا اللي احتياجاتنا هايبر تقريبا قريب من 10 كيلو تقريبا او 8 كيلو، الواحد يجيب حاجته ويرجع تاني، الدنيا ممتازه يعني. جميل جدا. طيب استاذ شعبان، شايف ان الاستثمار الزراعي وبالاخص الاستثمار الزراعي السكني بقى في طريق مصر اسكندريه الصحراوي، شايفه استثمار كويس ترشحه لو بنسبه 100%؟ ده بدون يعني بدون تفكير. طب ليه يعني؟ حابين نوضح للناس ليه وايه يعني انا اخد فدان لما بتشتري وايه وجهه النظر؟ هل اتغيرت لحد النهارده ولا اتاكدت ولا ايه الحاجات لما شفتها على ارض الواقع بقى لما استلمت الارض؟ لا طبعا بعد ما استلمت الارض طبعا ده اتاكدت اكتر يعني. يعني انا مثلا جيت هنا قبل ما اشتري بحاجه بسيطه، كان الارض سعرها طبعا ما يتفوتش 400,000 تقريبا الفدان.
اما شرينا حضرتك طبعا عارف المبلغ كام. النهارده انت بتتكلم في 2 مليون ونص في الفدان. بنتكلم في تقريبا 100% في 100%. فانا لو جايب بالفلوس دي دهب ما كانتش رفعت ما شاء الله يعني. فترشح اللي حابب ان هو يستثمروا في الزراعه او بالاخص في طريق مصر اسكندريه بنسبه 100%. هو يعني اهم حاجه في الموضوع كله يعني الثقه في الاوراق والكلام ده. انصح اي حد بكده خلي باله من موضوع الورق النصب، تاكد تماما مره واثنين وثلاثه. لان الطريق تقريبا عليه لو عليه مثلا 100 قطعه للبيع فيهم 75 ورقهم صحيح بره الموضوع. بنشكرك جدا استاذ شعبان، وسعيدين جدا ان احنا موجودين النهارده معاك. انا اللي سعيد بحضرتك جدا ان نورتنا هنا وشرفتنا. اللي شرفني استاذ شعبان، شاكرين جدا ليك، ونشوفكم ان شاء الله على الف خير في لقاء جديد مع عملائنا في داخل مشروعنا المميز حدائق سفنكس.